ايضا السي محمد عبود، وهو امين عام جمعيه اتاك لمناهضه العولمه. السي عبود، مرحبا بك، جيت انا من مدينه اكادير. الله يبارك تفضل. فيك. انا الراي ديالي اللي غنسال فيه الاستاذ نبيل بن عبد الله، باعتباره جمعني بين الصفه الحزبيه وكذلك بصفته يعني عنده موقع سابق في الحكومه. حزب التقدم والاشتراكيه كيعتبر بانه من 98 الان وقع واحد التقدم يسميه نسبيا من طبيعه الحال في واحد الانتقال نحو الرفاه الاجتماعي، واحد الانتقال ديمقراطي وقع في المغرب وفيه مجموعه من الايجابيات سردها. وكذلك كيعتبر بانه كاينه مجموعه من النواقص، واللي من بينها عطى واحد المثال ديال العمل ديال الحزب ملي تولى الحقيبه ديال التعليم، وقال بانه المطموح انه يكون التعليم كياخذ الميزانيه، يعني كياخذ 7% من الناتج الداخلي الخام. انا كنعتبر بان هذا النوع من التفاؤل تفاؤل مفرط، لانه ما كيعطيش اي نظره ولا حصيله نقديه التوجهات العامه اللي خضعت لها هذه السياسه ديال الحكومه في هذه الفتره كلها اللي يتولى فيها حزب التقدم والاشتراكيه منصب رسمي في اطار الحكومه. كنقول مثلا بانه كيفاش ان التعليم ياخذ 7% من الناتج الداخلي الخام في الوقت اللي الديون الخارجيه كتاخذ 20.8. ملي كنقولوا الديون الخارجيه كتاخذ 20.8% من ذاك الناتج تمشي الداخلي مباشره الخام. السؤال، الله يخليك سي عبود، لان ما عندناش وقت باش نمشيو في العمق ديال هذه القضيه. الله يخليك. من طبيعه الحال غير هذا غنتنظر بان مثال سؤالك ان كان على واش فعلا حزب التقدم الاشتراكيه طبق يسمح لي سياسه يساريه، باش سؤالي كيتناول جوج الامور. بديت هذا الجانب ديال الديون لانها كتمتص الثلث ديال نفوتوا الميزانيه. الديون. الله يخليك، يعني نفوتوا الديون. الله يخليك. لا، لان النقاشات ديال العلاقات البينيه بين الاحزاب الى اخره هذه كلها امور اللي ماشي جوهريه، ولكن الجوهري هو التوجهات الاستراتيجيه الاساسيه ديال السياسه ديال الدوله في هذه الميادين كلها. انا كنسائل في جوج الامور. تفضل. الامر الاول هو الحصيله الاجتماعيه ديال هذه الحكومات المتعاقبه واللي ساهم فيها حزب التقدم والاشتراكيه، واللي كنعتقد بانها سلبيه، والعنوان العريض ديال هذه السلبيه هو ان التقرير ديال البنود الامم المتحده للتنميه اخيرا يعني في 2009 كيصنف المغرب في المرتبه 130 من اصل يعني 182 دوله. هذا عنوان عريض. انا مع المساله الثانيه بسرعه. الله يخليك. المساله الاخرى هي الحصيله في الجانب ديال الديمقراطيه. نهار الحد كانوا المعطلين كيتعصوا بالهراوات في الشوارع ديال الرباط. البارح الناس في اوريكا، العمال ديال السميسي كيتحاكموا منهم 15 واحد، طلبه في اكادير ومراكش كيتحاكموا. هادو كلهم اللي كيتعصوا بالهراوات والعاطلين العنوان العريض ديال الديمقراطيه في البلاد، هذوك الاطر العليا اللي كيحرقوا ذاتهم قدام البرلمان. امام هذا الشيء اي حصيله ديمقراطيه كنهضروا عليها؟ طيب، اي حريات؟ السؤال واضح سي عبود. شكرا سي بن عبد الله. تفضل. اولا شكرا على هذا السؤال. انت قلتي بنفسك جوج النقط اساسا. انت قلتي بنفسك بانه المقاربه اللي كنتبناوها في حزب التقدم والاشتراكيه والمقاربه اللي عبرت عليها في هذا البرنامج هي مقاربه تقتضي النسبيه وتقول بالنسبيه. احنا ما قلنا شيء باننا بنينا الجنه في المغرب. احنا قلنا بان المغرب تقدم في عده مجالات، ولكن هناك نقائص كثيره، وانا معك ان كاين هذه النقائص. اولا الديون لا ما ندخلش الديون. لا اسمح لي بسرعه سي ادريس بسرعه الله يخليك. الديون ماشي نتيجه ماشي نتيجه ديال الحكومه الحاليه. الديون نتيجه ديال واحد الفتره معينه زمنيه، والدول كلها كتعيش بالديون. ثانيا الحصيله الاجتماعيه، نحن نقول في برنامجنا وفي وثيقتنا الاقتصاديه السياسيه بان ربما اكبر اخفاق اللي كاين لحد الان رغم المجهودات اللي تبدلات، رغم التحسن النسبي اللي حصل، بانه كاين في الفضاء الاجتماعي. حنا نقول بانه ما يمكنش المغرب يبقى يجتر اوضاع بحال الى فتحنا اطروط البارح ولا البارح بين مراكش واكادير، ما يمكنش في نفس الوقت تكون عندنا انفقو وتكون عندنا قريه وقرى متعدده معزوله تماما عن الواقع المغربي الاخر. ما يمكنش تكون عندنا فوارق طبقيه واجتماعيه وفوارق مجاليه اللي كتجعل ان بعض الجهات تقدمت وبعض الجهات تعيش في اوضاع ديال الفقر، في اوضاع ديال التهميش، في اوضاع ديال الاقصاء. حنا ما كنفيوش هذا الشيء ونقول ذلك بوضوح، ولذلك نقول بان المجهود الاساس الذي يجب ان يبذل بالنسبه للمستقبل القريب
هو في الحقل الاجتماعي باش جميع المغاربه يستافدوا من الثمار ديال النمو اللي كيعرفوا البلاد. خصنا حنا عبد الله بسرعه السؤال الثاني، العنف في الشارع العام، العنف في الشارع العام، واش انتم كاحزاب ما عندكمش نظر في السياسه الامنيه مثلا؟ ندوزو السؤال الثاني الله يخليك. شكرا. خصنا حنا تنميه اجتماعيه اللي يستافدوا منها المغاربه، فهمناها اقتصاديه يستافدوا منها المغاربه كاملين. النقطه الثانيه الله يخليك. هذا امر اساسي ونقول ذلك، في ذلك ما عندناش اختلاف. النقطه الثانيه بسرعه الله يخليك. لكن في المساله ديال الامن وديال ما يمكن ان يقع من حين لاخر في عدد من المظاهرات اللي كتنظم، البعض منها بشكل قانوني، البعض منها بشكل غير قانوني، هذا امر يؤسف اليه. إذا حصلت بعض المظاهر ديال العنف، حنا نتمنى أن لا نصل إلى ذلك، ولكن هذا لا ينفي بالمقابل أن هناك تطور ديال الحرية في البلاد، وأن الفضاء الديمقراطي اتسع. هذه المظاهرات اللي كنتكلموا عليها ما كانش يمكن حتى يفكر فيها الإنسان هذه 12 عام وهذه 15 عام. اليوم هذا ما كان، انا قلت لك باننا احنا ما كنقبلوش العنف، وكنتمناو ان هذا النوع ديال المظاهرات يتم مواجهته باساليب سلميه، لكن في ذات الوقت لا يمكن أن ننطلق من هذه الحالات لأن نقول بأن الديمقراطية منعدمة في البلد. هذا أمر كذلك لا يجب أن نصل إليه. شكرا لك لحضورك معنا في برنامج نقاط الحروف. شكرا ليونس دافقير والسي محمد ظريف. قلت لنا بأننا نعيش أزمة سياسية في المغرب، قلت لنا أن لا بد من جيل جديد من الإصلاحات في توافق تام مع المؤسسة الملكية. دعوتم لتفعيل الكتلة توحيد اليسار ولم تستبعدوا إمكانية وضع يدكم في يد حزب الأثار والمعاصرة إذا ما اعتمد ودخل في المشروع الحداثي ديالكم. شكرا لكل من ساهم في إنجاز هذا البرنامج، شكرا للجمهور الحاضر معنا. طبعا موعدنا معكم يتجدد الشهر المقبل إن شاء الله بعد قليل نشرة الأخبار. طبعا اقتراحاتكم على العنوان الإلكتروني للبرنامج نقاط @2m.tv. أمسية سعيدة وإلى اللقاء إن شاء الله.